من داخل مجموعة الأمير طرابيش الشريفي. هتعافر مع الدنيا مش هتوصل، مش هتعرف تعمل حاجة. نزلت بقى المرتبات قلت. شوف بيقولوا لأبو حازم الرازي: لا ترى إلى ارتفاع الأسعار؟ مش ده كلامنا كلنا دلوقتي؟ بيقولوا الأسعار غليت قوي، هنعمل إيه؟ فقال: وما يضركم من كان يرزقكم في الرخص هو من سيرزقكم في الغلاء. وانت كنت وهي الدنيا رخيصة كنت معتقد ان انت بترزق روحك منها رخيصة يعني، ولا اصل على قد المرتب؟ طبعا الكلام ده احنا مش بنقوله في تبرئة احد، لا، دي كل راع مسؤول عن رعيته، دي مسألة منتهية. لكن انا عايز اقول لك في اعتقادك انت اللي يبردك، ما تقدر تقول الحاجة غليت الحاجة غليت الحاجة غليت، يجي بقى الضغط والسكر والصرع والكلام ده، صح ولا لا؟ انما لما يبقى في اعتقاد بيبقى الانسان هادي، لا يضره الا ما نقص من دينه، فيقوم ينزل حاجته بالله. الله صحيح اللي كان بياكلني وهي ياكل القطه بجنيه هياكلني وياكل القطه ب 20 جنيه، صح ولا لا؟ وحد بيقعد